السلام عليكم اخواتي ورحمة الله وبركاته. اليوم راح وارجيكم طريقة لبرنامج الحاقن. هي طريقة كتير سهلة لعادة تدور على بروكسيات، لعادة انشئ سيرفرات بكبسة زر. لحاله البرنامج راح يعطيك بروكسي كويس، وحتى سيرفر كويس على حسب الشبكة اللي انت فيها، مشان ما تقعد تجرب كتير كتير. وانا هي الطريقة لقيتها انه هي منيحة يعني، تمام. فراح باشر فيها. هي بقلب البرنامج كتير سهلة. الحاقن مثل ما بتعرفوه هذا. طلع هون عليكم انه انا ما عندي بروكسي. فبنروح على الثلاث خيارات هدول الشروطة، بنروح على الاخير الخوادم، نقول له موافق. هون راح يعمل سوفت وير للبرنامج يروح السيرف اذا كان عندك سيرف من قبل. عندكم اول خيار هاد، بتضغط عليه، تعطيه الخوادم، سيف، ترجع مرة تانية عالتاني، تا عفوا بترجع تعطي كمان وكيل بعيد، سيف. ليك هلا هون آه اعطاكن سيرف واعطاكن بروكسي، فراح نجرب نحن البروكسي. آه راح نشغل البيانات، نستنى شوي. انا لقيت هي الطريقة هي اسرع يعني بكتير للناس المبتدئين اللي ما يعني اللي عم يستصعبوا كتير موضوع السيرف وموضوع البروكسي، لان في كتير شبكات بألمانيا بتختلف عن بعضها. يعني مثلا انه انا هون مثلا بمدينة جورليتس، بحط بروكسي، بتكون الشبكة فيه كتير 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 ضعيفة. وبنفسه بكون انا بروح بسافر مثلا على شتوتغارت، فبتكون الشبكة كتير قوية وبكون سريع كتير كتير. فهي المشكلة اللي احنا عم يعني كتير ناس عم تعاني منها. انا عم بنزل بروكسي مثلا، عم جربه ب بشتوتغارت، بيكون السرعة كتير قوية فيه. ببعته على القناة بنزله، فالناس بتقعد بتقلي انه حسام البروكسي كتير ضعيف، انت عم تنشر بروكسيات ضعيفة. فانا ما دخلني بهذا الموضوع، يعني انا ما ذنبي بهذا الموضوع ابدا ابدا. فهي المشكلة هي انه حسب ال- البروكسي وحسب الشبكة اللي عندك هي. فهون رح نوقف شوي. بنرجع نستأنف التصوير. أنا بعتذر لأني وقفت تصوير، لأني ما عاد تجي الشبكة عندي. ملاحظة، أنا الشبكة عندي كتير 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 ضعيفة، هي وهمية يعني كتير ضعيفة. فراح نجرب هذا البرنامج إن شاء الله يعني يكون سريع. على فكرة عبالكم أنا عندي ليك أخذ برنامج كتير 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 سريع بموضوع هاي الميزة الجديدة. أخذ السيرف واخذ البروكسي لحاله. شفتوا انتم مالي حاطط لا بروكسي ولا حاطط شيء ابدا. انا رح نجرب بيوتيوب وبرجع بكرر. انا عندي الشبكة كتير 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 ضعيفة. انتوا جربوها عنكم بمناطقكم، راح تكون الشبكة كتير قوية عنكم. وانا باكد لكم هذا الشيء، لاني انا خليت رفيقي بغير مدينة يجربه، وكانت الشبكة كتير قوية عنده. يعني كتير كتير بدرجة انه كانت فل اتش دي. وكتير انبسط فيها، لاني قال لي انا كتير عم بتعذب بالبروكسيات، يوميا بوقف بروكسي وبشتغل بروكسي، بوقف بروكسي وبشتغل بروكسي. هذا هون رح يعطيك البروكسي لحاله، ورح يعطيك السيرف لحاله. وبس الاهم من هيك، لاول ما انت تعمل البروكسي وهي الطريقه هاي، لازم يكون واصل انترنت. يعني لازم تكون انت فاتح انترنت من غير برنامج، مثلا آه الاوبن في بي ان او على الواي في. على اي برنامج فيك انت بس تفتح لبين ما انه ياخد يعني يدور لك على بروكسي. وبعدين فيك انت توقف النت وتشتغل على هذا النت. وراح تكون الميزة كتير سريعة. فهلا ان شاء الله، انا مثل برجع بقول لكم انا عندي الشبكة كتير ضعيفة. هاي الشبكة وهمية، إليها. صدقوني. في العادة عندما تلتقط صورة من كاميرا الهاتف تكون صورة يعني شبكة كتير ضعيفة وماشي حاله شغال، ويعني بيقضي الغرض.
بكون خلصت انا الشرح، رح ارجع اشرح لكم آه طريقة تانية لنفس البرنامج هذا، بالسيرفرات هي كتير سريعة. أقل سرعة هي 10، 11، 12، 13 كمان، حسب المكان اللي انتو فيه. استنوني فيه وان شاء الله رح اجربه، ورح ارجع اسوي فيديو تاني، ورح تكون النتيجة قوية جدا جدا. مثل ما شايفين هون، لا عندي انا هون محل مالي حاطط هون لا بروكسي ولا شيء. هون حاولوا يعطيني السيرف، وحاولوا يعطيني بروكسي اتش اتش اس اس اتش.